لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. رسميا التواجد في الكان الى جانب منتخب البافانا وهي فرصه بالنسبه لوليد الركراكي ادخال بعض الاسماء التي لم تلعب باستمرار وبشكل متتالي مع المنتخب المغربي، وبالمقابل راحت اسماء اخرى. اول مباراه رسميه للمنتخب المغربي بعد كاس العالم وبين المونديال، ومباراه اليوم 3 لقاءات وديه مع البرازيل مع البيرو في غضون الايام القادمه. منتخب البافانا جنوب افريقيا والركائز هي من ماميلودي سانداونز، لانه تقريبا من الطرف الايسر العرضيه والتدخل ممتاز من سيس يامن الدفاع مع نايف. هو نايف فاكر يغطي بشكل الطرف الايسر مزراوي 1 على 1 مزراوي العرضيه والتدخل الدفاع. اول انطلاقه من مزراوي في الصاص مع زياش في تنفيذ الركنيه في القائمه الثاني، مرت عاليه على الجميع مباشره تمشي للجهه اليسرى. نادرا ما أحد سامر إدريسي يلعب قصيرة ممتازة، يدخل مزراوي وبعد ذلك ضربة مرمى. عملية ثنائية في مناورة في الطرف الأيسر لعبت بينه سامر إدريسي. المغرب انطلاقة لمنتخب جنوب أفريقيا. بيرسيتاو ولكن السايس يجيب بسرعة. السايس يقطع كرة لاعب الأهلي نجم دائما في خط هجوم جنوب أفريقيا منير المحمدي. غلطة كبيرة منير المحمدي. كرة كانت سهلة من جانبي بيرسيتاو، لكن منير المحمدي لم يتحكم في هذه الكرة. هدية تمنح لمنتخب جنوب افريقيا بعد خطأ منير المحمدي. معلش هذه من الكرات المفاجئه المباغته تعتبر منتخب جنوب افريقيا، لكن دائما نحذر من المرتدات ونحذر من ترك المساحات خاصه لبيرسيتاو. في خطا وضربه حره لعناصر المنتخب جنوب افريقيا. منتخبية جنوب افريقيا في عرضية ولكن انا بعيدة تماما عن بيرسيتاو، لكن وضعية تسلل في الكوان. انا متابعة من لي تصدي ممتاز، التصدي كان ممتاز في كرة خطيرة من زواني. هذا لاعب وسط لي باس اللي استغل تقدم نصير مزراوي. انطلاقة جهة اليمنى في اتجاه زكريا انا وسامر ادريسي وصلت الى زياش يسدد ولكن ويليامز يتابع. ويليامز يتصدى اول تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق حكيم افريقيا في يناير. يعني تقريبا نتكلم عن 6 اشهر 7 اشهر. يعني هذه اليسرى قوية. ويليامز يتصدى ثاني تصدي مع ثاني تسديدة للمنتخب المغربي. شوف يوسف نصيري حطها ومليح باليسرى، يعطي باس لعمران لوزا، مليح قريب منه يعيدها لسايس تمشي لمزراوي باللقب 11 على مستوى الشامبيونز ليج. تمشي الكرة هنا الانطلاقة من أشرف حكيمي العرضية. ويليامز في المتابعة، ويليامز يتابع هذه الكرة. مهم جدا العودة للأجواء الأولمبية بعد غياب طويل. عندنا كل الامكانيات وعندنا الارض وعندنا الجمهور والمسانده القويه ان شاء الله في الرباط. 3 مغربيه. زياش هي الدفاع يتدخل. لو وصلت لنصيري لا زالت هنا الهجمه قائمه. يوسف نصيري حتى الكره المتابعه بتسديده بعيده. المسانده تاتي من اشرف العرضية. ويليامز كان الأسرع مقاتل مع يوسف. هنا يقطع كرة خطيرة على بوخلال. يمشي بوخلال، يدخل بوخلال يغطي عليه المدافع حكيمي. يرفع هذه الكرة نصيري. هذه الكرات التي يحبذها نصيري. جاي الهدف. سفيان شأن كذلك اللاعب عبد الحميد الصابري لاعب نادي سامدوريا افريقيا. عملية الدخول التسديدة لكن صافرة قبل ذلك من الحكم التشادي الهادي محمد. وهذه صعبة. منير محمد يتصدى لباس لحسن الحظ انه لم يسدد بقوة، لحسن الحظ انه سدد. أشرف العرضية
العرضية ويليامز يتابعها، ويليامز يتصدى لهذه الكرة، كان ممكن التمرير لأنس، هذا سيفعل مالح طبطب هذا الشيء، العرضية كاد لاعب يعطي إشارة زياش يرفع كرة بالراس وركنية، بالراس وفيها ركنية، الحكم لا يقول ضربة مرمى. بسرعة كرة مرفوعة مالح، والحكم يقول ارتكبت خطأ، حكم يقول ارتكبت خطأ يوسف مالح أمامنا على الثغرات الموجودة، العديد من الثغرات التي يستغل منتخب جنوب افريقيا لي باسا مهاجم نادي اورلاندو بايرتس يعمق الفارق في هذه الاثناء لمنتخب بافانا سنتابع الإعادة. شوف هنا رغم التفوق العددي للمنتخب المغربي هذه عملية تحضير، بيرسي طاو يحضر، بعد ذلك مايامبيلا يسدد، حكيمي يتقدم، حكيمي يراوغ، في تدخل على مشارف منطقة الجزاء، وبالتالي هنا الحرة زياش يرفع على القائمة الثاني لكن بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. لما نشوف الاحتياط يعني الوحيد اللي ممكن يلعب هذا الدور الصابري، التغيير اللي ممكن يحصل الآن أن الصابري يدخل الوسط وزياش يمشي للجهة اليمنى. الكرة الآن حاضرة من المدافعين، شوف بيرسي طاو، رائع بيرسي طاو، حقيقة مكسب لجنوب افريقيا، عندهم هذا اللاعب لاعب نادي الأهلي المصري، تمشي كرة واحد زياش يحاول يدخل، زياش جول يا كبير يا فنان، روعة يا فنان، لمسة المايسترو الفنان زياش بمهارة سدد في الزاوية البعيدة، زياش يأتي بهدف تقليص الفارق 2. صعبة، نايف ولحسن الحظ بعيدة من لي باسا، لحسن الحظ الكرة تمشي بعيدة من لي باسا، على اسماء اخرى في الوسط. الكرة الامامية الراسية بعد ذلك ويليامز، فيها ممكن راسية لا زالت هنا لكنها تجاوزت الخط، وبالتالي الى ضربة مرمى لمنتخب القادمة بالكوت ديفوار. المحمدي ممتاز، منير المحمدي حارس مرمى الوحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأحسن حال. إليكم موعد مباريات الجولة 28 من البطولة الاحترافية القسم الأول. المغرب الفاسي يستقبل الجيش الملكي، الوداد الرياضي يستقبل أولمبيك أسفي، أولمبيك ريبكا يستقبل المغرب التطواني، اتحاد طنجة يستقبل الدفاع الحسني الجديدي، بلودية وجدة يستقبل الرجاء الرياضي، شباب السوالم يستقبل حسنية أكادير، نهضة بركان يستقبل اتحاد توارقة، الفتح الرياضي يستقبل شباب المحمدية. المباريات ستلعب يوم السبت 17 نوفمبر 2022 على الساعة 8 مساء، فكونوا في الموعد. إخواني إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.